الفني الشاطر اللي انت واثق فيه خليه هو يجيب قطع الغيار، وبعد ما يجيب قطع الغيار حاسبه، وحاسبه بطريقة انك انت يعني ما تفاصلش معاه، علشان يبقى هو عامل حسابه ان هو هيدي مجهود وهيتعب في الشغلانة، فمش هيلاقي ما يلاقيش المقابل بعد كده ان انت بتفاصل معاه. ما تفاصلش، عشان الانفصال ده بيخلي الفني بعد كده ما يحبش ان هو يتعامل معاك. هيلاقي نفسه بيجي بيديلك وقت وبيديلك مجهود وبيحاول ان هو يشغلك الجهاز، والمحصلة في الاخر انك انت بتفاصل معاه في 200 ولا في 300 ولا ايا يكن، وكمان بتقارنه بحد تاني، ده فلان لو جه هيشحن او هيركب او هيعمل باسعار اقل من كده. لا، في فني بيحب ان هو يعمل شغل كويس ويحب يقول الرقم، ما يعملش حسابه في انك انت هتفاصل معاه فيقوم مدي رقم زيادة. زي ما انا مش بفاصل في وقتي ومش بفاصل في مجهودي، بديلك حقك في شغلك. فلما انا هقولك جنيه هقولك 10 جنيه، ولقيتني ازيد من اللي بره ب 200 300 جنيه، راعي ان انا بشوفك وبديك وقت وبديك مجهود. فديت مهمة قوي عن ان انا اجي اعمل لك الشغلانة في السريع وامشي.